هالأسبوع دعنا بيخبر اللجان النيابية المشتركة لتدرس 3 مشاريع قوانين متعلقة بالمصارف بودايعنا وبأملاك وثروات بلدنا. هيدي القوانين مفروض تعالج الأزمة المالية، بس بالحقيقة عم تعمل العكس. كيف؟ تخيلوا إنه هالقوانين بتنقل مسؤولية رد الودايع من المصارف وأصحابها وبتحطها عند الدولة. طيب، ومن وين الدولة بدها تجيب مصاري حتى ترد الودايع على الناس؟ بيقولوا لنا منبيع أملاك الدولة، يعني أملاكنا نحن، يعني منحرم الأجيال القادمة منا تنردها للمصرفيين، وبنستثمر بعدين عائدات النفط يلي هو أصلاً بعده وهمي. طيب إذا عملنا هيك، من وين الدولة بتعود بتصرف مصاري؟ من الضرائب طبعاً. يعني المودع يلي خسر مصرياته بالبنك رح يرجع يدفع هو ضرائب للدولة مقابل مجرد وعد باستردادها بعد عشرات السنين، أو بالأحرى ما تبقى من هالودايع من بعد عملية تجفيفها، يعني سحبها ب 15% من قيمتها الحقيقية. أكثر من هيك، بتفتح هيدي القوانين مجال للدائنين وحاملي اليورو بونز الأجانب بأنهم يطالبوا بحجز الذهب وأصول مصرف لبنان الموجودة بالخارج. هيدا الشيء بده يؤدي حتما لتدهور أكبر لسعر الصرف وللحالة الاقتصادية. يعني في عنا سلطة سياسية ما عندها مشكلة تعرض الدولة للمزيد من الإفلاس والناس للمزيد من الضرائب حتى تنقذ أصحاب المصارف.